مساء الخير. في الحضارات القديمة كانوا في شخصيات شكلوا محاور مهمة جدا في التغييرات اللي حصلت في التاريخ. منهم الملك حمورابي. اليوم نتناقش مع بعض في واحد من أهم شخصيات العالم اللي مرت في العالم، الملك حمورابي. احنا اليوم بنتكلم عن ما قبل الميلاد، بنتكلم تحديدا عن أكثر من 3800 سنة فاتوا. كان هناك شخص يدعى الملك حمورابي في بابل. الملك حمورابي ولد في عام 1810 قبل الميلاد، يعني من 3800 سنة وزيادة. ولد في بابل، وبابل دحين هي محافظة في العراق. ورث الحكم من أبوه اللي اسمه سين موباليط، اسم أبوه كده. موباليط هذا تنازل عن الحكم لابنه حمورابي بسبب تدهور حالته الصحية. حمورابي لما مسك الحكم كانت بابل مفككة عبارة عن دويلات صغيرة، فكان أول قرار اتخذه إنه أنا لازم أوحد البلاد، وبدأ يغزو ويغزو ويغزو عشان يوحد بابل، لدرجة إنه غزا ابنه كان ماسك واحدة من الدويلات هذه وغزاها، وأجبر ابنه اللي اسمه موت أشكور على دفع الجزية. وتوسعت بابل، توسعت بشكل رهيب، لدرجة إنه ضم العراق كاملة وجزء من بلاد الشام، ووصل البحر المتوسط، ووصل وأخذ مملكة اسمها مملكة عيلام، كانت فوق رأس الخليج العربي كذا. تقريبا دحين احنا بنتكلم في منطقة في إيران. عمل نظام حكم بديع جدا. الكلام ده قبل 3800 سنة، فتخيل كيف كان عقل البني آدم ده. فعمل حاجة شبيهة بمجلس الوزراء دحين. عين في كل محافظة شخص يثق فيه وصاحب قدرة، وأعطاه صلاحيات كاملة إنه هو يدير هذه المنطقة زي ما يرى. وفي نفس الوقت هم بيجتمعوا بشكل دوري ويناقشوا أحوال بابل كلها. وعمل حمورابي واحد من أقدم القوانين الباقية في العالم. هو مش أقدم واحد، لكنه هو واحد من الأقدم، وهي شريعة حمورابي. أتوقع الكثير سمعوا عن شريعة حمورابي. جاء حمورابي عمل مسلة اللي هي حاجة شبه المنارة كده، ونقش على هذه المسرة القوانين اللي هو نصها، ووضعها في مكان عام وسط المدينة، على أساس إنه الناس اللي رايح واللي جاي يقدر يشوفها ويشوف القوانين بعيونه كده ويحكم نفسه بنفسه. تحتوي شريعة حمورابي على 282 قانون، نقشها الكتبة على 12 لوح. كتبت قوانين حمورابي باللغة الأكادية، وهي اللغة الدارجة أو العامية في بابل، مش باللغة الفصحى، عشان أي واحد متعلم يقدر يقراها ويفهمها بسهولة، ما تحتاج لتفسيرات وصعوبة في الفهم. في القوانين القديمة السابقة اللي كانت قبل حمورابي كان المبدأ في العقوبات هو تعويض الضحية، لكن حمورابي ابتدع فكرة جديدة ومبدأ جديد، وهو معاقبة الجاني نفسه شخصيا وممكن جسديا كمان. فمثلا في القوانين القديمة السابقة اللي كانت قبل حمورابي، لو في شخص قتل شخص آخر، كل اللي عليه إنه يعطي لأهل المقتول أي تعويض وخلاص. لكن حمورابي بدأ يفكر في إنه يعاقب الجاني نفسه، ومثلا يقتلوا أو يسجنوا أو يجلدوا حسب العقوبات اللي موجودة في 282 قانون اللي شرعها حمورابي. وكان قانون حمورابي من أوائل القوانين اللي افترضت براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويحق للمتهم إثبات إحضار الأدلة اللي تثبت براءته. وعمل قائمة بالجرائم، كل جريمة إيش عقوبتها. صحيح إنها كانت قاسية في وقتنا هذا، كان منها مثلا تشويه الشخص، جريمة يعملها فيشوه تماما، وفي عقوبات كثير تصل للقتل. وفي عام 1901، يعني من 120 سنة، تم اكتشاف مسلة شريعة حمورابي اللي نقشت عليها قوانين حمورابي في إيران. والآن المسلة هذه موجودة في متحف اللوفر في باريس. ولاحظ معايا تفاصيل النقوشات اللي موجودة، شوفها هنا. طبعا النقوشات مرسومة رسم بالرموز، ما كان في كلمات، كانت بالرموز، لكن الناس كانت تفهم اللغة هذه. قوانين حمورابي قسمت لفصول كثير، وكل فصل كان بيشمل فئة معينة من تنظيمات وتشريعات القوانين هذه. فمثلا الفصل الثاني كان بيتكلم عن تشريعات كيف تحكم السرقة والنهب. الفصل الثالث بيتكلم عن الشؤون الجيش. الفصل الرابع بيتكلم عن البيوت والمناطق الزراعية. الفصل الخامس كان بيتكلم عن التجارة والتخزين وكيف التعامل مع صغار التجار، يعني أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو زي ما يسموهم دحين رواد الأعمال. الفصل الثامن مثلا يتكلم عن العائلة وتنظيم العائلة وتشريعات في العائلة. وتخيل إنه الفصل العاشر كان بيتكلم عن التسعير،
كيف البياعين والتجار يحطوا أسعارهم، وكيف يدفعوا أجور ورواتب الناس الموظفين اللي معاهم والعمال. قوانين في منتهى الروعة، أنت بتتكلم عن ما قبل 3800 سنة. ولمحبين الحيوانات، الفصل 11 كان بيتكلم عن تشريعات تتعلق بحماية الحيوانات. توفي حمورابي عام 1750 قبل الميلاد، حكم أكثر من 40 سنة وعاش حوالي 60 سنة، وترك إرث إنساني وتاريخي عظيم جدا. يا ترى إحنا لما نموت حنترك إيش؟ هل في أحد هيفتكرنا ولا حنتحول لمشتقات بترول؟ تعالوا نتناقش مع بعض ونتوقع كده، يعني بعد عمر طويل إن شاء الله، الله يحفظكم جميعا، لو الواحد فينا اتكل على الله الناس حتفتكروا بإيش؟ وبس خلاص خلصنا.